كيفاش تقدر تجيب 14 في الجهوي و12 في الفرنسي بلا ما نراجع حتى رواية عمرني قريتها في حياتي؟ ولكن داك البلان البسيط اللي درتو قبل الجهوي هو اللي بدل ليا كلشي. اقسم بالله هي اللي قلبات ليا كلشي 180 درجة. السلام عليكم، بغيت صحاب الجهوي كاملين يشوفوا هذا الفيديو حتى الاخر باش يعرفوا بالضبط كيفاش قدرت نجيب 14 في الجهوي و12 في الفرنسي، واللي كتعتبر نقطه واعره. لا عمرو قرا كتاب وعمرو عرف الروايه علاش كدوي نهائيا. انا عارف اغلبيه الدراري اللي تيشوفوا هذا الفيديو وتيقلبوا على ملخصات واش نقرا، واش بقات لينا 15 يوم، واش كافيه ما كافيش. انا جيت لهذا الفيديو نقول لكم بالضبط شنو ديروا، ونقول لكم ديروا داك نفس البلان اللي انا درت اللي بدل ليا كلشي 180 درجه. قبل كلشي غنقول لكم النقط اللي انا جبت في الجهوي. الجهوي 14، فرنسي كما قلت لكم 12، اجتماعيه جبت فيها 16. اوك النقطه اللي كنت باغيها هي اللي تحطات ليا. التربيه الاسلاميه تقريبا 18 ونص. النقطه اللي كنت باغي العربيه كنت باغي 18 ساعه، لقيت راسي 11. والبلان هذا غنقول لكم في الاخر ديال الفيديو علاش جبت 11 قبل 15 يوم بالضبط من الجهوي. كنت تالف ديال بصح وكنت داخل واحد الحاله ديال الرعب ديال بصح. تشوف كاع صحابي تيدويو على الروايات وملخصات ولي ديغنيي جور ولا بواط ميرفي، وانا ما عنديش نفس الروايات، ما عنديش مع فرنسي نهائيا. من اول العام وانا تنقول غنتغدى بعدو غدا بعدو غنراجع الروايات غنقرا غنشوف ملخصات، وانا ما عنديش مع حفاظه نهائيا. داكشي علاش تعطلت هذه المده كامله. واكبر دليل على درتي انني انا ماشي ادبي وعلمي هي النقطه الوطني. غنحط لكم الفيديو ديال الوطني هنا ولا هنا. واسوأ حاجه غتدمرك واللي انت دابا فيها انا متاكد صراحه هي داك الاحساس ديال فات الاوان او فات الفوت. هاد الجمله بالضبط غتدمرك اكثر من الفرد، اكثر من النقطه اللي غتجيب فيها. وغادي نقول لكم في الاخر شنو الحل ديال هاد الفكره السلبيه. كما تنعرفوا عندنا 4 المواد: فرنسي، عربيه، اجتماعيات، تربيه اسلاميه. نرجع بالعكس نخلي فرنسيه الاخرى. التربيه الاسلاميه بطبيعه الحال خاصك تكون حافظ سوره ياسين بطلاقه، فهمتي؟ هذه ما فيهاش اللعب من غير لا كنتي باغي تنقلها الله اعلم. وداك السؤال الاول اللي ديما تلقاه من بعد اي وضعيات يقول لك حدد مشكل الوضعيه. هذا السؤال خطير ديال بصح، بحال الفرنسي ديال السيتيو لو باساج. هادو جوج اسئله تيخلعوا ديال بصح. اوكي كما قلت لكم سوره ياسين غتحفظها كامله، واي درس اخر كيف ما جا في بالك في التربيه الاسلاميه غير تفهمه. عمرك تحفظ التربيه الاسلاميه راه ماشي ديال حفاظه ديال فهمه. وصراحه كان عندنا واحد الاستاذ اللي لخص لنا كلشي تقريبا، كان عطينا فوتوكوبيات الدرس كامل، تيعطي لنا بورقه فوتوكوبي. فانا عمرني مشيت نحفظ داكشي نهائيا. كان قرات داكشي هذا وكنفهم فهمه. داكشي علاش جبت 18 اجتماعيات. الفوبيا بالنسبه ليا وبالنسبه لجميع الطلبه العلميين اللي ما عندهمش محفظه. هير وي جو اجين. ما عرفتش علاش جبت 16 اصلا. نقول لكم في الفروض العاديه انا ما كنتش كنقدر نفوت 14 في الاجتماعيات، ما قدرتش عمرني. ولحد الان ما تنحمل حتى اي استاذ قراني اجتماعيات في حياتي. ما كاينش شي استاذ عجبني صراحه، كلهم كتلقاهم شويه بسيكوبات مع احتراماتي. ما عرفتش. والطريقه باش نجحت في هذه الماده وجبت فيها 16 هو انني مشيت لجميع الدروس، مشيت درس بدرس. ندخل لدريس دوت كوم خديت منه شويه المعلومات. على كل درس كندخل عند دريس دوت كوم كنشوف داك الفيديو، كنفهم في الاول كنفهم، وكنشوف داك الدرس ديال الاستاذ اللي حطت لينا، وكنشوف الاطار المرجعي، وتنحط واحد الملخص صفحه. تنقول لك صفحه ماشي دفتر كبير، دفتر صغير. كندير داكشي على شكل خطاطه، في كل صفحه عندي خطاط لكل درس. يعني هادشي اللي كلفني تقريبا 18 ورقه اللي هو 18 درس في اجتماعيات من تاريخ وجغرافيا. ولكن مشينا للجزء ديال المقاله خاصك تكون فاهم كيفاش كدير مقدمه والعرض، كيفاش ترتب الاحداث والخاتمه. وعمرك غادي خذ درس ما تخرج على الاحداث. قال لك اعطيني اسباب، اعطيه الاسباب، ما تزيدش من راسك. والله تا يحط لك اقسم بالله تا يحطوا لكم صفر. تشيقني في هذه العربيه اللغه الام ديالنا، واللي ما عارفش بلي انا ماشي مغربي دونك عندي مع العربيه بشكل عادي جدا. فهمت؟ كنت كنراجع كنت شوف هذاك الشيء عادي. وتصدمت في الجهوي انني جبت غير 11. شنو هذا الظلم؟ واخا ما نكونش خادم داك البرودكسيون اكريت ديال العربيه. انا في قاسم في النقط ديال القاسم كنت ما كنفوتش 18، ما كنهبطش على 18. طيحت لي النقطه وشي درت اعاده تصحيح، سكتونا بها وما زادوني والو. ويسهل عليك والله ياخذ فيكم الحق. وكتجيب الطريقه باش انك تراجع هذه الماده، وما بغيت نسكت صراحه حيت ماده سهله فيها واحد الدروس ديال اللغويه ما عرفتش سميتهم، واسئله ديال الفهم انك تجاوب على اسئله من النص. دونك ما كاينش حاجه اللي زايده. وبرودكسيون اكريت ديال العربيه اللي غتجيب شي افكار عندك من داك النص. يعني غيكون مربوط عنده واحد العلاقه مثلا الاتصالات والانترنت. كاينين شي كلمات كاينين في داك النص تقدر تاخذهم وتزيد من عندك. هذه فكره زدتها من عندي لدوك الناس الباردين كتاف. دابا نجيو البيج بوس او لاستاج الوحش الفرنسي اللي عندها معامل 4. الماده اللي طالما كانت سهله بالنسبه ليا قبل السيزيام كنت مكلخ في الفرنسي من الثامنه لتحت. نهار طلعت التاسعه سانكيام وليت واعر في الفرنسي. جيت للسيزيام طحت ديك الطاحه عاوتاني. شحال داز لي على السيزيام؟ تقريبا شي 4 سنين ولا 5 سنين تقريبا. يعني دابا راه تقريبا نسيت الفرنسي 90% داكشي كامل نسيتو. دونك انا جو بارل با فرونسي. جو بارل يعني دابا تقول لي كالكولي لو فيرب اتر او افوار او باسي ما نعرفش. حقيقه الاستاذ تا هو كيلعب دور في النفسيه ديالك. انا كانت قراتني واحد الاستاذه الله يسمح لينا ويسمح ليها، ولكن انا ما كنتش يحمل الطريقه باش كانت كتقري. يعني ما كندخلو ما كتبتسمش، مع كندخلو كتبدا تشرح.
كتقول لي انا مابقاش الوقت غدا الجهوي، واش من غدا الجهوي وانا في ديك الساعه السيزيام كنت داير سيونس مات، وكان المات ياخذ ليا بزاف من وقتي، يعني هادي دوك عوامل غير مباشره. داز العام كامل بقات لي تقريبا 20 يوم ولا 15 يوم، هنا عرفت اوكي وقف عندي 4 المواد: فرونسي، عربيه، اجتماعيه، تربيه اسلاميه. غنحبس ديك المراجعه العشوائيه. شنو غندير؟ غنرتب دابا، غدير نفس داكشي اللي انا درت، غتقسم المواد على حسب الاهميه بالمعامل. واخا درت هادشي وما قدرش فرونسي تدخل ليا نهائيا صاحبي، وحق الله. شحال عندنا في الفرونسي؟ 3 الروايات. لا بواطي ميغفي جربت في الاول العام نقرا واحد شحال فيها 150 صفحه 250 صفحه، ما عقلتش صراحه. قريت 20 صفحه جاني ملل، عجزت، عرفتي ما بقاش كنفهم الديتاي ديال الديتاي كاين تما. واش غندوز للملخصات؟ ودزت الملخصات وما فهمت والو، ما قدرتش نرتب الاحداث والسيتوياسيون دي باساج. دخلنا الروايه الثانيه اولتيغون، شفت الفيلم، خديت فكره عامه، ولكن باش نكتب ونوصف ما عرفتش. شارينا 2 روايات ودخلنا في الروايه الاخرى لديغنيا جور دان كوندان. يا عزيزي المشاهد، وكنت كنقول في راسي تحطت العام اللي فات والعام اللي قبل، ما غتشحالش لينا هذا العام. وتيقوني بالله ما حليت الروايه، ما شريتش الروايه، تيقني هذه اول حاجه، وما جربتش انني نخدمها ولا نعرف شنو الاحداث اللي فيها. انا فقدت الامل بعد في هذه الروايه، قلت هذه ما غتحطش صافي. يعني في خلال ديك 15 يوم الاخر كاع راجعت 2 الروايات خفيف جدا الملخصات. وهذه الروايه سكيبيتها، سكيبي عبد السامع، سكيبي عبد السامع بحال ما كايناش. وكنتصدم في الاخر ان الدغنيا جور هي الروايه اللي غتحط لينا. دابا نقول لكم طريقه المراجعه ديالي في ديك 15 يوم الاخر. في جميع المواد كما قلت لكم ما عطيتش شي اهميه كبيره، حيت سهله وباينه. من غير الاجتماعيات كانت شويه معقده، عطيت زياده شويه في الوقت ديال الحفاظه. بديت كنقلب شنو هما اكثر الحوايج اللي كانوا تيتحطوا، وشنو هما الاسئله اللي كيتكرروا كل عام، وشنو هما الاسئله اللي عليهم اكثر نقاط باقل وقت ديال الخدمه. هاد الميثود والفكره اللي درت هي اللي قلبات ليا كلشي. ولكن الغلط اللي درته هو انا طبقت على اونتيغون ولا بواطا ميغفي فقط. واحد الحاجه درتها قبل ما نمشي للفرض بواحد الساعتين ولا 3، اقسم بالله هي اللي قلبات ليا كلشي 180 درجه. ما عرفتش كيفاش رشقت ليا، اقسم بالله قبل ما نمشي النهار الجهوي على الصباح عندي الفرنسي، قبل منها بساعه ونص، في ديك اللحظه في ديك الساعه تقريبا اللي بقات ليا، قلت علاش ما راجعش الدغنيا جو 9 شهور يا عندي وانا ما شديتهاش. وقررت في ديك اللحظه نمشي نشوف فيديو في يوتيوب فيه نص ساعه تيشرح الاحداث ديال الدغنيا جو، وهذا هو بالضبط اللي دار ليا عرفتي بلان راه صعيب شي يضرى البنادم. وصراحه من هذا الفيديو راه باقي عاقل على شويه الاحداث، انه الدغني جور كان تعرض للسجن، وانه تلاقى مع واحد الصاحب وداوهم لسجن اخر، وكان الاعدام وداك الشيء كامل. انا تنفكركم دابا بالاحداث، وجاو الاعدام وجا واحد الطبيب نفسي بقى تيقول ليه شنو الحلم ديال. ما علينا. انا المهم دخلت للفرد وجالس عندي واحد الثقه في النفس، اوكي الثقه في النفس انا الدغني جو ما تحطش، وجالس هكا وفهمتي. وجات حضرتني واحد الاستاذه اللي تنعرفها قرات لي في السانكيه، وواحد الدري قبل ما يدخلوا اساسي دا شنو قال لي؟ قال لي بس مش بالك نتعاونوا انا وياك صاد، والله ما عندي مع النقله فهمتي، ما كنعرفش نقول انا حدي حد الورقه ديالي. خونا فري تقلق ما عجبوش الحال، حيت كنا انا وياه في الطبله الاولى تيدوز الوقت عادي وتدخلوا اساسي تيفرقوا الاوراق، وكنتصدم انا الدغني جو هي اللي كتشحط لينا. وديك الساعه تعرضت لواحد الصدمه نفسيه فعلا، ولكن تقبلت الوضع وبديت كنخدم وعرفت راسي راه ما غنجيبش مزيان. واللي تيأثر لك على الماده الاخرى هي انه كتخرج وكتبدا تسمع بنادم، وهذه نصيحه انه ما تبقاش تسمع بنادم. كل واحد غيبدا ينشر داك التوتر ديالو وداك القلق ديالو معاك، فهمتي. هو غيعطيك شويه القلق وانت غتعطي شويه القلق ديالك، وكتبدا ترون تما عندك في العقل. فاش ساليت الفرنسي اللي كتعتبر اهم حاجه والمعامل فيها 4، دوزنا عربيه واجتماعيه وتربيه اسلاميه. يا سلام، نهار خرجوا النتائج انا نزلنا ب 14. اوكي واش عجباتني؟ صراحه لا. واش عجباتني؟ صراحه لا. عرفت انني غنهبط في الفرنسي، ولكن النقط الاخرين قلت على الاقل غطلعني. شفت ان العربيه حتى هي مطيحاني. ختاميه اخيره غنقولها لكم، الا غتقول انت راه بقى صافي فات الفوت ما بقاش الوقت داك الشيء، واحد النصيحه صراحه سمعتها وعجباتني، هي انه ما حدك ما تحطاش لك الورقه دير الشيء. داكشي اللي وقع ليا اقسم بالله صعيب انه يوقع بنادم. كنقول لك قبل ساعه مع ساليت الفيديو كنلبس ديتات وكنخرج. باش حاولش انك تحفظ كلشي، حاول تخلي الفهم هي الاولى. شوف الحفاظه ديال داكشي الخفيف. ونسيت ما نقول لكم، امتحانات خاصك تجرب، خصوصا في الفرنسي خاصك تجرب على برودكسيون اكريت وبرودكسيون اكريت في مختلف المواضيع. دونك انا تنشوف باقي لك 15 يوم، كنتي باقي ما بادي والو. 5 ايام غتلخص فيها كلشي، و5 ايام اخرى مثلا نقول غتفهم داكشي 90% وغتحفظ واحد الحفاظه خفيفه، والخمس ايام الاخرى كاع اللي غتبقى لك غدير فيها وطن جهويه. هذا ما كان في هذا الفيديو. وبغيت نعاود نقول لكم انه ما حدا ما تحضرش لك ورقه، راجع اي حاجه جات بالك. انا البلان ديالي راه خاص يتنشر في العالم كامل انه انجاز، راه بصح انجاز. رساله عليكم وسحب على وطني. مع السلامه.